حداد ابوي ولا مش ابوي؟ رد يا زبيبة. حبيتك يا عبلة من يوم ما فكتيلي الحبل. ترملة لللم ترملة لللم، محروم من الغنم ولأجل عيونك آكل الزب. ترملة لللم ترملة لللم، يأمروني أتركك بكلام أقوى من الطبل. ترملة لللم ترملة لللم، أنت ما كناديز لا بكهرباء ولا كبل. ترملة لللم ترملة لللم، اللي يبص لك كده أكله كيف السبع ما ياكل الشب. ترملة لللم ترملة لللم. هذا صوت عبد. ايش بيك يا عبد؟ عقرب يا عنتر. وين يا عبد؟ اها. ايش ايش، ما تستحي ايها العقرب؟ ايش نراك تخشى العقرب. انا ما نخشى العقرب، انا نخشى عليك من منظر الدم. والله فارس يا عنتر، كيفها امك زبيبة واخوك دبدوب؟ والله في النادي يا عبد، امي عندها بطولة تنس ودبدوب بيتمرن على الرماية. خذني النادي يا عنتر، بدي اتمرن واكون فارسة مثلك. هيا يا عبد. هيا يا اخوي. اثبت يا دبدوب. ايش تساوي يا عنتر؟ عبلة بدها تتعلم الرماية. يا عبد صوبي على هالتفاح. جد يا عنتر، يا حسرة عليك يا دبدوب. والله انا نخشى على هالشاب لتروح عينه ويصير اعمى. فداك يا عشرة مثل شيبوب، هذا كلب اجرب ما يسوى. هيا صوبي. يلا على البركة. عيني عيني. جربي مرة تانية يا عبد. والله نخشى على العين الباقية. فقعي يا شيخة. والله عميت يا دبدوب، راح نور عينيك يا زينة شباب بني عبس. ما عارفة نسيب التفاحة يا عنتر. لا عليك يا عبد، هاتيها ناكلها. يا مرحب بالضيوف. أني أم عمارة وهذا ابن عمارة. أفلج أعوج أحول. والله شاب زين، لكني ما عرفت ايش بيريد. عمارة بده يتزوج عبل. ايش تقول يا امرأة؟ عبل ما تحب غير عنتر. اخرس يا ولد، اغرب اغرب. لا تاخذينا يا ام عمارة، هذا عبد ولا رأي للعبيد. حدثينا عن زين الشباب. عمارة ولدي هيقدم العبل مهر 100 ناقة خضر، 100 ناقة حمر، 200 ناقة، 500 ناقة، 1000 ناقة حمر. يا 1000 ناقة حمر؟ خذ عطر يا عمارة. ايش قولك في هالكلام؟ موافق يا ام عمارة، لكن الواجب ننتظر عودة اخي مالك من مارينا. بتريد تتزوج من عبلة يا عبد؟ انا ما بي عبد، انا ولدك عنتر. ليش ما تخبر بني عبس؟ تراني لو اخبرت القوم بهالحقيقة راح يصدقون؟ انسى يا عنتر، ولكنها الحقيقة. الحقيقة انك عبد. كيف بتصير ابن حداد كبير بني عبس؟ انا لست بعبد، انا عنتر ابن حداد فارس بني عبس. اسمع يا عنتر، ترى لونك كيف بيصير اسود فحم وانا ابيض مثل القشطة؟ كيف بتكون ولدي؟ انها الهندسة الوراثية سيدي حداد، انها هندسة امك زبيبة. اسمع يا ولد، اذا رددت هذا الكلام مرة اخرى بنطيح برأسك. وماذا عن عبد؟ انا اعشقها وما استطيع العيش بدونها. عمارة راح يعطيها مهر 1000 ناقة حمر، انها نوق مريضة ويريد التخلص منهم. هذا قصر ديل يا عنتر. اسمع، لولا انك ابوي لقطعت راسك بالسيف. بنضحك معاك يا عنتر، هو الواحد ما يعرفش يهزر معاك شوي؟ حداد ابوي ولا مش ابوي؟ رد يا زبيبة. ايش ذنب الزير يا عنتر؟ ابوي ولا مش ابوي؟ ابوك يا ولدي، صدقني حداد يبقى ابوك. والله ابوي، ليش ما طلعت ابيض مثله وبدل ما نكون عبد نكون فارس؟ اسمع يا عنتر، انا عندي تمرين عشان اليوم بطولة كاس القبايل. اتركني الحين والغد نكمل الحديث. عايشة لك احلى سنين في العمر. الو زليخة، كيفك انتي؟ ما تنسي اليوم ميعاد المباراة، بننتظرك انت والشلة. يا رب تخسري وما تستطيعي رفع عينك في بني عبس. ان شاء الله تنشل يا عنتر. اسمك زبيبة، طلعتك كئيبة، سحنتك مريبة. ان شاء الله تاخدك مصيبة. ان شاء الله انت يا فقري.
يا عنتر طردوك وأولهم أبوك، اتحرمت من كل اللي حبوك وأقرب من إليك خانوك. يا عنتر بوس الواو. الله عليك يا عنتر، زين الكلام والله. الحين مالي غيرك يا دبدوب. والله عندي حل لمشكلتك. ليش يا أخي؟ بدك تكون فارس لكنك بهاللون بتصير عبد. كلام جميل؟ جميل. إذا دهنت من هذا الكريم مرة يوميا قبل ما تنام، بعد أسبوع واحد بتصير أبيض كيف الجبنة، وبتقدر تختبر لونك بهالطريقة. والله جميلك فوق راسي يا دبدوب، ولكن ليش ما دهنت لنفسك؟ ومين قال لك إني ما دهنت؟ أنا صار لي 10 أيام لكني ما دهنت وجهي. إذا وين دهنت؟ والله نستحي نقول لك يا عنتر. إيش هذا؟ ريح يا شيبوب، احتمي منها. كيف يا عنتر؟ ادفن نفسك بالرمل هكذا. اتركني يا دبدوب، الرمال تبتلعني. يا عنتر، أين أنت يا عنتر؟ أنا هنا يا دبدوب. عنتر. دبدوب. والله وقعت يا عنتر، بتريد تتزوج عروسة ولدي زين الشباب؟ والله لو طلت ناكلك انت وزين الشباب هذا لنقرقش عظامكم. بالك يا أكبر الوجه، أنت لو طلقت عليك ليفرتك مصارينك. بعدي ابنتك عني يا امرأة. ما تخاف يا حبيب ماما، ابقى هون ولو صح العبد اقطع لسانه بهالصيف. خذ يا عمارة، هزولك 50 دينار، بعد ما تقتل هذا الغراب تشتري لك حاجة ساقعة كنز وتجيب الباقي. والله صدقت يا دبدوب. ايه يا ولد يا عنتر الحلاوة دي، الآن بنصير فارس. هذا الكريم لو وضعتوه على فحم بيصير جبن براميلي في أسبوع واحد. يا ماني مصدق عيني. برافو عليك يا دبدوب. انظروا إلى هذا العبد الأسود كيف صار لونه. نتيجة فعالة يا دبدوب، والله اختراع ماله زي. بكم هذا الكريم يا دبدوب؟ العلبة الصفراء للرجال ويبلغ سعرها 2.5 دينار. يا أما العلبة الخضراء للنساء ويبلغ سعرها 4 دنانير. وإذا اشتريتم العلبتان معا ستحصلون على مصفف الشعر هذا مجانا. يعطيني 2 يا دبدوب. وأنا 4 يا دبدوب. ومعنا هنا 4 علب من كريم التفتيح. والله ما خلفت غير دبدوب، أنا فخورة بيك يا ولدي. حدثنا يا بني عن اختراعك الجادة. والله بنجهز لكريم تغميق لون البشرة. قشطة.